أنقل لكم الآن مشاهدينا الكرام صور من العاصمة البلجيكية بروكسل، أين يتم تنظيم مجموعة وقفات تضامنية مع ضحايا التفجيرين اللذين شهدهما كل من المطار الدولي للعاصمة البلجيكية وكذلك مترو بروكسل صبيحة اليوم، والذي خلف أكثر أو حوالي 34 قتيلا. هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي. طبعا هذه الصور التي نشاهدها من العاصمة بروكسل تحمل نفس الشعار تقريبا الذي شاهدناه في هجمات مرة أخرى التي عرفتها باريس في نوفمبر، أين تم رفع لافتة أنا باريس. هنا نلاحظ أنا بروكسل كتعبير. كذلك لاحظنا أن فرنسا دعمت بلجيكا بعد هذه الهجمات، خاصة بالنظر لقربها الجغرافي وكذلك فرار عدد من المهاجمين أو منفذي الهجمات من فرنسا نحو بلجيكا. نعم، وبالحديث عن هذه الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل صباحة اليوم، يعود الحديث عن التنسيق الأمني والاستخباراتي بين بلجيكا وفرنسا، وكذلك يعود الحديث عن الخلايا الإرهابية النائمة خاصة عن حي مولمبيك في بلجيكا. هذا الحي الذي يعد كقاعدة خلفية للجماعات الإرهابية. يعود الحديث مرة أخرى عن هذا الجيل الجديد من الجهاديين، أو كما يسمى بالجيل الثالث من الجهاديين، وهم من أصول وجنسيات أوروبية والذين اعتنقوا الإسلام مؤخرا ثم التحقوا بالتنظيم الإرهابي داعش في كل من سوريا والعراق. وهناك من يسوق لإسلام راديكالي، يسوقون لإسلام كما يريدون. وكذلك يعود الحديث عن عودة هؤلاء الشباب الأوروبيين إلى أوروبا والقيام بمثل هذه الهجمات الإرهابية. طبعا محمد، بالحديث عن رد فعل